وإيد واحدة. أنا مش هقول لك الوضع الداخلي أحسن حاجة، لكن يعني إحنا أحسن من دول كتير، يعني استنزفت اقتصاديا وضاعت في يوم وليلة. وده شفناه بعينينا، وشفناه في العراق، وشفناه في سوريا، وشفناه في ليبيا. واللي حصل في الدول دي ما كانش حصل بالصدفة، لا، بمخططات وبأجندات خارجية عايزة توقع البلاد دي كلها. وزي ما وقعتهم عايزة توقع مصر، لكن مصر كبيرة ومصر واعية، ومصر واعية للمخططات اللي بتحصل جدا. ومصر مش هتقع طول ما فيها رجالة وفيها شعب وفيها قيادة. مصر دي دولة كبيرة، وتاريخيا مصر دي اتوجدت قبل التاريخ ما يتكتب، كانت موجودة. مصر دي مطمع للعالم كله، ومطمع للناس. الدول اللي هي عاملة نفسها دول كبيرة، وهي دول جديدة، ما هيش دول قديمة ولا حاجة. وطمعانين في مصر، وفي موقع مصر، وفي جو مصر العظيم. والبلد دي طول عمرها بلد كبيرة، وعمرها ما هتقع. لأن مصر لو وقعت مفيش دولة في العالم تقدر تقومها تاني على رجليها. احنا في مصر ما احناش عايزين حد يزايد علينا. واللي عملته مصر في القضية الفلسطينية ما فيش دولة في العالم تقدر تعمله وتحققه. وده احنا هنبني مش هنهدم، وهنبني على قدر ما نستطاع في غزة. وغزة دي قضية مصر على مدار السنين. ولما تيجي على التاريخ وترجع في كل خطوة كانت مصر بتخطيها ناحية القضية الفلسطينية، كانت بيطلع نفس الناس ونفس الوجوه تشكك في مصر وتقول إن مصر بايعة القضية الفلسطينية. لكن اللي انا عايز اقوله، ما تبقاش ترسف في عجلة بتلف في الخراب. خليك جسر الامل للبناء والتنمية. نفس اللي كانوا بيشككوا في